الأمين يؤمن النتيجة ويؤمن الانتصار. الله 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 الله. هدف رابع عراقي، هدف رابع للعراق، هدف رابع للعراق. بطل علي جاسم، اي والله هو اللي مر فيها وهو اللي تقدم فيها، وبعد ذلك ارسال كرة عرضية، وبالتالي يوسف الامين اللي ما كذب خبر. شوف علي جاسم تلاعب بدفاعات المنتخب الاندونيسي، شوف انا ذكرت راح مر فيها، وبعد ذلك الكرة العرضية ويوسف. الله عليك يا يوسف، الله عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا يوسف الأمين. يؤمن النتيجة للعراق، يؤمن النقاط بيساره على الطاير، حط في المرمى، حط في المرمى، ويسجل الرابع لمصلحة المنتخب العراقي. 4 للعراق مقابل هدف 1 للمنتخب الاندونيسي. هذا يوسف، الله عليك يا بطل، حلوة يا ولد، هدف رابع جميل. 4 مقابل 1 الآن. هذا اللي كنا نتحدث عنه، هو هذا اللي نريد، هو هذا اللي انتظرناه. ممكن الأداء يكون أفضل وممكن النتيجة تتزايد. حلوة يا علي، إبعاد الكرة، هذا قوقية. حسن عبد الكريم لاعب نادي الزوراء ومنتخبنا الوطني. كرة إلى الخارج. افرح يا جماهير بهذه الدبكة العراقية، بهذه الدبكة العراقية. العراقي فرح له في كل مكان، في العراق، خارج العراق، اللي على المدرجات، الكل فرح. يعني النقاط الثلاث عندما تأتي في بداية المشوار وتؤمن من خلالها النقاط، وبالتالي لدينا خروج لحسين علي، كذلك لدينا دخول لحسن عبد الكريم ومصطفى سعدون على ما اعتقد سيشارك. حسين علي حيدر يغادر. رمية تماس الآن، هذا مصطفى، من سيغادر؟ ابراهيم بايش على ما اعتقد. اي نعم ابراهيم يغادر الان، يغادر الان. تغييرات مستمرة ومصطفى سعدون يشارك. تغييرات مستمرة لخيسوس كاساس. رمية تماس. الدقائق ال5 الأخيرة من عمر المباراة، عدا الوقت المحتسب بدل عن الظاهر. يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الوطن، قناة الرياضية العراقية، ومستمعي إذاعة جمهورية العراق أينما كنتم. العراق يتقدم ب4 أهداف مقابل هدف 1 للمنتخب الاندونيسي بلقاء الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 اللي راح تكون في أمريكا وكندا والمكسيك، وأمم آسيا 2027 في السعودية. كل التوفيق لمنتخبنا من خلال مباريات التصفيات، وإن شاء الله العبور إلى واشنطن. اي والله العبور الى واشنطن، تصفيات وعبور التصفيات والذهاب للنهائيات، وستكون للمرة الثانية. هذا شيء تاي يونغ مدرب الكوري
بينما هنا الأحباب، هنا أحباب الروح، أحباب الروح، هذه الجماهير الوفية، هذه الجماهير التي عودتنا أن تكون حاضرة في كل مباراة، في العراق، في الجنوب، في الشمال، في الفرات الأوسط، في الغربية، في بغداد، في كل محافظات العراق. الجماهير العراقية تحضر، تساند وتؤازر. كرة ملعوبة الآن ليوسف، لحسن عبد الكريم، حسن يحاول تمرير الآن، علي حمادي، يلا يا علي، تمرير بعد ذلك لمصطفى سعدون، علي جاسم، حسن عبد الكريم راح يسدد، سدد الكرة ولكنها اصطدت الكرة. بعد ذلك عادت الآن لمرتدة لمصلحة المنتخب الأندونيسي. لأن منتخبنا يتصدر المجموعة السادسة، منتخبنا يتصدر المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المنتخب الفيتنامي. إن شاء الله تبقى صدارة عراقية. علي الحمادي، 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 الله الله الله، الحمادي جول خامس للعراق. الحمادي علي، حلوة يا بطل، حلوة يا ابو حسين، حلوة يا حبيبي، حلوة يا عمري. خامس للعراق، البديل الناجح علي الحمادي. مرور الكرام من حارس المرمى، وبالتالي هذا علم عراقنا الحبيب، وهذه جماهيرنا الحبيبة الوفية، وبالتالي فرحة الجماهير في ملعب البصرة الدولي في جذع النخلة. علي الحمادي تقدم فيها وسدد الكرة، وبالتالي خامس للعراق. 5 أهداف عراقية، 5 أهداف جميلة، 5 أهداف لأسود الرافدين من خلال البداية للمشوار المونديالي. وبالتالي علي الحمادي يضع العلامة الخامسة، يضع الكرة الخامسة. 5 أهداف مقابل هدف واحد. حلوة للعراق، حلوة لأسود الرافدين، حلوة لأسود الرافدين. هذه جماهيرنا وهذه راياتنا، راية الله أكبر. وبالتالي هذا علي الحمادي البديل الناجح اللي كان موفقا يعني من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي سجل هدف جميل. استطاع من خلال الكرة الماضية أن يتقدم فيها ومر من حارس المرمى، وبالتالي سجل الخامس. الشوط الثاني منتخبنا مختلف تماما عن الشوط الأول أداء ونتيجة، وبالتالي الشوط الثاني الأمور تغيرت كثيرا وكانت لنا الأفضلية بكل شيء. نعم، كان الشوط الأول لنا الاستحواذ وتقدمنا بهدفين، ولكن الشوط الثاني أفضلية كانت أكثر، استحواذ كان أكثر، أدانا كان أفضل، سجلنا أهداف أكثر، وبالتالي شوط ثاني أفضل من الشوط الأول. كرة ملعوبة الآن لمصلحة المنتخب الأندونيسي داخل منطقة الجزاء. حذاري، إبعاد دالية الكرة، نلعب فيها الوقت المحتسب بدل عن الضاع. كرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، الكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب البديل. هذا سادين رامداني سادين.
هنا جماهير بكل تأكيد الآن ستغادر بعد صافرة الختام وهي فرحة. عاد تلعب على أرضك في البصرة بهكذا أجواء جميلة، النقاط الثلاث، الاطمئنان على الأداء وخصوصا من خلال الشوط الثاني. إن شاء الله العودة السريعة للاعبين المصابين، كل هذه الأمور تبشر بخير إن شاء الله، والقادم أفضل بكثير، القادم أفضل بكثير لمنتخبنا. هذا كاساس، واليوم سعيد مع العراق. العراق يا عراق شلون وصفك؟ يا عراق شلون وصفك وانت شطينك دروس، بيك كم حكمة وكتاب، وبيك تتباهى النفوس، وبيك تتباهى النفوس. اي والله هكذا هو العراق، هكذا هو العراق، تتباهى النفوس بهذا البلد الجميل، بعراقنا الحبيب، بكل محافظاتنا الجميلة. اسمع الجماهير وهي دائما تردد بالروح بالدم، نفديك يا عراق. علي حمادي ممكن الآن، ممكن علي، ممكن الآن، مرر الكرة سادس، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه المرة علي جاسم مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. خلاص الأمور بهذه النتيجة. إذا ربما تأتي الصافرة لنهاية المباراة من قبل حكم اللقاء أحمد عيسى درويش الحكم الإماراتي، وسجدة الشكر ولله الحمد، وبالتالي الفوز من خلال هذا اللقاء بأول مبارياتنا من خلال التصفيات الجولة الأولى لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، الفوز ب5 أهداف مقابل هدف واحد. مبروك لمنتخبنا الوطني العراقي، وهاردك للمنتخب الأندونيسي. حتى ألتقيكم في مباريات قادمة، تقبلوا تحياتي علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة للزميل العزيز حسن عيال وضيوفك الكرام، لك الكلمة عزيزي حسن. مبارك زميلنا المعلق علي الشمري، مبارك لكل جماهيرنا الرياضية، مبارك للاعبينا ولجهازهم الفني والإداري. فوز عريض لمنتخبنا خصوصا في الشوط الثاني اللي ارتفع فيه الأداء وسجل 3 أهداف ليبلغ قوام المنتخب الوطني 5 أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الأندونيسي.